سلام. واليوم غادي نخدموا مع بعضياتنا واحد جوج ديال الوصفات. وحده ديجا خدمنا لاباط ديالها باتا بيتزا، وواحده اخرى هي كيش بالكروفيت والكالامار. يلا باش نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها هي الدقيق. غادي نديروه في العجانه، غنزيدو عليها الزبده ونردوهم يتخلطوا مع بعضياتهم. غادي نزيد على الطحين والزبده، الملحه، البزار، البصله ميبسه، البودر ديال القمرون اللي خدمناها ديجا من قبل مع بعضياتنا، والبودر ديال الثومه. غادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال البافو، بيضه، ونردوهم يتعجنوا. في نفس الوقت غنبقى نزيد الماء بارد شويه بشويه. غادي ناخذ زيت العود، نزيد عليه البصله شلطتها، توابل فيها بودر ديال القمرون، فيها ملحه، بزار، 2 ورق دغار. غادي نردوها باش تشحر ونرجع. غادي نزيد 3 ديال الضروسه ديال الثومه، ونزيد الكالامار. من بعد ما ارتاحت العجينه راه كتشوفوا راه خفيفه، غادي ندوز باش نديرها في ليمون. هنايا ملي طاب الكالامار غادي نزيد عليه الكروفيت. الكروفيت راه ما كياخذش بزاف ديال الوقت باش يطيب. هنايا طابوا لنا لي شويه الماء، طابنا الكروفيت مع الكالامار. في نفس المقله غادي ندير لي زيبينار، راه غسلتهم مزيان كيكون فيهم التراب بزاف، قطعتهم. غادي ندير الملحه، البزار، ورقه ديال سيدنا موسى، درت ورقه كبيره وورقه صغيره، شويه ديال زيت العود، ونردهم باش يطيبوا. غادي ناخذ هاد لي مول اللي عمرتهم بلا باتابات اولا باتاكيش، غادي نثقبهم بحال هكذا باش غادي ندخلهم يطيبوا الطيبه الاولى قبل ما نعمرهم بلا فاس. اللي عنده اللوبيا اولا الحمص هو يقدر يديرهم باش يخليه متقل باش ما تطلعش لاباط. خديت هنايا داك الكالامار مع الكروفيت اللي طيبنا، غادي نطقطقهم شي شويه بحال هكا. نزيدو نصغروهم. باش نعمروا لي فون ديال كيش ديالنا اللي رديناهم يطيبوا. خديت هنايا 2 بيضات، غادي نزيد عليهم لا كريم فريش، شاشه الملح، شاشه ديال البزار، غنخلطهم. كما كيبان لكم هنا لي فون كيش راه طابوا نص طيبه. غادي نبدا نفرق عليهم كروفيت، كالامار اللي طقطقنا قبيله، نزيد عليهم لي زيبينار، خليط ديال لا كريم فريش مع البيض.
الا ما توفرتش ليكم لا كريم فريش تقدروا تعوضوها بدانون مسوس. وفي الاخر غادي ندير موتزاريلا، حكيتها غادي نديرها من الفوق. وهذه كانت الوصفات ديال اليوم، وصفات ديال الكيش بلي فروي د مير اولا بالكروفيت والكالامار مع لي زيبينار. ودابا غادي ندوزو باش نخدمو البيتزا. هنا لا باتا بيتزا راه ديجا بارطاجيتها معكم في واحد الريل، وبارطاجيها معكم في واحد الفيديو نخليها في صندوق الوصف. غادي نشدها، خليتها حتى ارتاحت، غادي نشدها وغادي ندير لها كورات صغار. ملي كورتهم غنرجع الاولانيه اللي كورتها وغادي نطلقها بحال هكا. ونبقى غادا حتى نسالي الكوارات كاملين. غادي ناخذ هنايا مطيجات ديال البيتزا. اول حاجه هنا البيتزا ديالنا، موتزاريلا هكذا، الطون فلفل الطون هكذا، فلفله، نزيد ليها البصله، بعدا غادي نديرو الزيتون كحل، وفي الاخر غادي نديرو شيشه ديال الزعتر هكذا. غادي نردوهم باش يطيبوا على حراره 250 ونعاودو نرجعو. وهذه ثاني وصفه ديال بيتزا بالطون. وهادو الوصفات ديال اليوم، كنتمناهم يكونوا عجبوكم. متبقاوش علينا الضغط على الزر ديال الابوني، بارطاج، وتنتلاقاو ان شاء الله.